Meine, nee, ich wollte auch noch hier auf die, nee, ich wollte auch noch hier auf die. Meine Damen und Herren, ich möchte den Ministerpräsidenten aus Algerien, Herrn Abdelmalek Sellal, ganz herzlich begrüßen. Meine Damen und Herren, ich möchte den Ministerpräsidenten aus Algerien, Herrn Abdelmalek Sellal, ganz herzlich begrüßen, möchte aber aus aktuellem واغتنم هذه السانحة لأجدد شكري العميق للسيدة المستشارة السيدة أنجيلا ميركل على حفاوة الاستقبال والتفهم التام بعد النقاش الذي جرى بيننا في هذا الصباح. كذلك بالنسبة للهجرة غير الشرعية ففيه تفاهم، لأن فيه اتفاقية من فبراير 1997. كيفاه؟ 1997 تركها مخصوص انت شوية انت ما بين ألمانيا والجزائر لإرجاع إلى الوطن لكل الجزائريين المقيمين بصفة غير شرعية، ولكن بإثبات أنهم حقيقة جزائريين. انت ممكن وعندك بلوكاج هاك شو يشعوا في الامير هذا؟ شو اللي يشعوا؟ تريدوا تجيبوا لنا في الذر وتجيبوا لنا في التمسخير وتجيبوا لنا في وكلنا أمل في خروجها بقرارات هامة تلبي تطلعات شعوبنا العربي. لقد حجزت لك زكركة كركزة كرزة شعوبنا العربي كزكركة كركزة في سبيل تحضير قمتنا هذه وعامله ضد الدؤوب مليئة بالرهانات ذكرت طنطين مع مقتضياتها ولعل الخط والجهود المقدر الذي بلدته يا نهار اسود، وما ستصفر عن كزكركة كركزة سيمكننا من تحقيق هو بالعربي؟ بالعربي. أنا ثقافتي ألمانية. ثقافتك إيه؟ ألمانية. التي نناشدها جميعا. ألمانية؟ يس. Give me hamburger. وتستجيب لتطلعات وتواصل الحصار الجائر ذكرت طنطين. وأمام هذا الوضع يتواجب علينا الجامع المؤنث سالم بتاع الزنكرة يبقى ذكر تطرطر ولا ايه؟ وإقامة الدولة المستقلة ذكرى طنطن ركزت طنطن هما اتنين بني قلب الدماغ. الجامع المؤنث سالم بتاع الزنكرة يبقى ذكر تطرطر ولا ايه؟ ايه الكلمة المنيلة ب 60 نيلة دي؟ ايه الكلام ده؟ انت مش مكسوف الكلمة دي مدسوس على الجواب ده ولا ايه؟ انت مش مكسوف من نفسك؟ أيها السيد الرئيس إن ذكرت ويطيل أمد الصراع الدائم وهو ما ظلت ذكرتك ايه؟ انت مش مكسوف يا سلطان؟ مش عارف تقرا الجواب؟
سيتعزز انده لك اخوك الصغير يقرا لك الجواب. تعالى يا عاطف، تعالى يا عاطف اقرا لاخوك الكبير الجواب يا عاطف. تعالى يا حبيبي اقرا له الجواب. يتبعه في حل نزاعات مماثلة. ايوه هم اتنين صح، برافو اتنين. ايوه. وشكرا على حسن إصغائكم. وكعادته وعلى الطريقة الجزائرية كسر الوزير الأول بواشنطن البروتوكول عند أخذ صورة تذكارية جماعية مع زعماء العالم على هامش القمة الرابعة للأمن النووي. ومثلما تشاهدون تم ترتيب قادة الوفود المشاركة على 4 صفوف، ووزيرنا الأول عبد الملك سلال كان في الصف الثاني أمام ديفيد كاميرون رئيس وزراء بريطانيا. كل شيء كان عادي، مصافحات، ابتسامات، لكن عند مغادرة رؤساء الصف الأول في صورة الرئيس الأمريكي باراك أوباما، المفاجأة أن سلال لم ينتظر دوره ولحق بهم، وهو ما وثقته الكاميرا، كسرا البروتوكول وسط دهشة رئيس الوزراء البريطاني الذي تهامس مع نظرائه من دول أخرى، ليؤكد سلال مرة أخرى على أنه استثنائي هنا بالجزائر كما هو في المحافل الدولية وعلى الطريقة الجزائرية. في هذا المكان بالضبط، لأن المكان هذا عنده دلالة قوية وقوية جدا. دولة، مجتمع اللي ما يركبش التكوين تاعو على العلوم وعلى الرياضيات ما عندوش مستقبل. لكن يقعد في الشعر، يقعد في قول أعوذ برب الفلق. هذه الحقيقة. 8% تكوين في الرياضيات في الجزائر، لكن المعدل الوطني تقريبا 15 إلى 20%. 15 إلى 20%. دوك باش غدوة دير الدفاع الوطني تاعك بالشعر ولا في بغير مجد في ملة واعتقاد. كاين الرب سبحانه هذاك مدير علينا الجمل ويعس فينا واحد بواحد وعنده الكونطابيليتي. كيفاه؟ الرب سبحانه هذاك مدير علينا الجمل ويعس فينا واحد بواحد وعنده الكونطابيليتي. الله يصفر وجهك ان شاء الله.